كل سنة وانتم طيبين على أغلى اخوات ومتابعين في الدنيا. النهاردة عيدنا مختلف 180 درجة عن أي عيد قبل كده. النهاردة قررنا نفرح ونفرح كل اللي حوالينا بفرحة العيد اللي احنا بنحسها. بنروح نصلي العيد ونرجع، الولاد مش بيروحوا معانا، الصغيرين ونفسهم يروحوا العيد عشان خاطر البلالين. قررنا المرة دي ان احنا نعمل البلالين في البيت عشان نفرحهم وكمان عشان يكونوا مبسوطين. بعد ما رجعنا من صلاة العيد كده ما شاء الله تبارك الرحمن، قبليها من بالليل كنت مجهزة البلالين. جبنا تقريبا 100 بالونة ونفخناها بالشكل ده، احنا وست الحبايب واخواتنا الصغيرين وكمان ولاد اختي الصغيرين كده نفخناهم كلهم. وبعد كده حطيناهم في كيس كبير واستنينا لتاني يوم ما شاء الله، وكانت فرحتهم هم وبينفخوا البلالين واللي اتفرقع كتير كتير وكانوا مبسوطين جدا. وبعد كده يا حبيبي ما شاء الله، بعد ما عملنا كمية كبيرة من بلالين كده خليناها لتاني يوم. طبعا رفعناها في مكان بعيد عشان خاطر الولاد، حطيناها في اوضه قفلنا عليها علشان تاني يوم الصبح بعد الصلاه قبل ما نذبح كده نفرح بيها كل ولاد المنطقه. وولاد المنطقه كلهم قرايبنا، يعني ولاد عمي وولاد خالي وولادهم ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. بصوا كمية كبيرة والفرحة كانت لا توصف، يعني الفرحة والضحكة اللي كانت على وشهم ده كأن احنا عيدنا 100 عيد، ربنا يبارك فيهم وفي أعمارهم يا رب. بدأت هنا هبة أختي صاحبة قناة ست الحبايب بدأت كده تفرحهم وترمي البلالين من فوق، وكان كبير وصغير بيرمح على البلالين عشان الفرحة بس واللي ياخد لولاده. وبعد كده جهزنا الخروف ما شاء الله تبارك الرحمن، وكان الله أكبر ما شاء الله حجمه كبير زي ما انتم شايفين. وكان الولاد عمال يصوروه يتصوروا معاه وحطوا له بلالين كده على رقبته. وبعد كده مصطفى ابني قرر ان يركب فوق الخروف قبل ما يذبحوه. بابا كده ركبه فوق الخروف وسابه وشوف هيعتمد على نفسه ولا لا، وهو صوت وخرب الدنيا. لا يا بابا ارفعني من على الخروف، الخروف هيمشي يا بابا فاكره حصان. بصوا كده يا حبايبي، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ربنا يبارك في عمره ويحافظ عليه يا رب هو واخواته يا رب. وهنا بعد ما ذبحنا الخروف ما شاء الله زي ما انتم شايفين، بصوا كده ما حبيتش اجيب الدم وشكل الدم في الاول، حبيت اجيبه متشف كده زي ما انتم شايفين. وهنا كان طلع الاحشاء بتاعته وبدانا كده ننضفها. جبت اهم حاجه طبعا الكرشه، عشان لو بردت معاكي او حطيتها في التلاجة هتنسيها. هننضفها باسهل طريقه، مش هتاخد معاكي 5 دقايق بالظبط. بس اهم حاجه تقطعيها لكذا قطع كده، وهقول لك دلوقتي ليه. بس اصلي على حضره النبي. يا احلى واغلى متابعين في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. قطعتهم كده كذا قطعه وجبت ميه سخنه مغليه كده على البوتاجاز، ما ضفتش عليها اي حاجه خالص. بس قطعت الكرشه كده او احنا بنقول صليبه، قطعتها على كذا حته. وبعد كده هطلعها كده زي المنديل واروح حطاها على الحوض على طول. بصوا بكل سهوله انا اللي بعمل بيها دي معلقه ما شاء الله بتساعدني جدا جدا في التنظيف زي ما انتم شايفين كده، ولا سحر ولا خيال ما شاء الله تبارك الرحمن. من غير اي اضافات خالص، ما حطيتهاش في التلاجة، ما حطيتلهاش اي اضافات، وبيطلع معانا بكل سهوله. كل الحكايه ان انا ما ركنتهاش كتير وحطيتها في ميه سخنه على طول ونضفتها بالمعلقه مش بالسكينه. السكينه هتوجع ايدك انتوا بتنضفي وكمان مش هتعرفي تتحكمي فيها كتير، يعني تحسي ان ايدك خلاص وجعتك. المعلقه ما شاء الله بتنضف مش بتقطع وبتطلع كل اللون الاخضر ده اللي في الصليبه ما شاء الله. بصوا فله فله زي المنديل الابيض تبارك الرحمن. اخلص كل الكميه بنفس الشكل كده. بس كل اللي انا عملته ان انا شطفتها، شايفين الجمال؟ بصوا ولا اي حاجه خالص لازقه فيها تبارك الرحمن، لونها زي الفل وشكلها كروهات كده او مكعبات، شكلها قمر. برضو نضفتها مفيش اسهل من كده. عملتها بالمعلقه من غير ولا تعب ولا اي مجهود خالص، حطيتها بس في الميه السخنه وحطيتها على طول. نضفناها وحطيناها كده شويه ميه بخل وركناها على جنب. يلا بينا نجهز الفته القمر اللي ما ينفعش عيد الاضحى من غير الفته بتاعت العيد ما شاء الله تبارك الرحمن. جبت معلقه من السمنه وعليها معلقه بس تكون كبيره مليانه من الثوم، قد كده حوالي حبايبي 20 فص من الثوم. دقيتهم كويس، الكميه كبيره بس هقولك دلوقتي انا هعمل بيها ايه. الصراحه يعني الطريقه دي مميزه جدا للطشه او للحمه الضاني اللي احنا نعملها مع بعض، هتخلي اللحمه حلوه جدا. هنا بعد ما التومه بتاعتي وصلت للدرجه دي هبدا انزل عليها بلتر ونص من الطماطم. بس قبل الطماطم هضيف معلقتين من الخل، ودي هتفرق جدا معاكي في الطعم وكمان في الحموض، هتخلي الصلصه بتاعتك طعمها مميز جدا بتاعت الفته ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتم شايفين كده ضفت الطماطم وسيبها تتسبك كده على جنب. ويلا بينا نعمل احلى شويه رز ابيض كده للفته. انا هعمل ليه الرز والصلصه
قبل اللحمه، علشان اللحمه كان لسه بيقطعوا فيها وانا كنت عاوزه انجز في الوقت علشان نحصل الغدا على طول بعد الظهر، علشان احنا ما فطرناش وبناكل على طول الفته. في ناس بتحب تاكل الكبده، تحمر الكبده كده بشويه ليا كده وتحمرها وتفطر كده، بس احنا للاسف مش بنحب الكبده، بنحب على طول ناكل الفته كده ما شاء الله. حطيت معلقه من السمنه، حطيت عليها قصادها معلقه من الزيت، وكنا برضو بنطبخ كده تاني رز وفراخ للي مش بيحب اللحمه الضاني. بس والله العظيم المره دي حرفيا قسما بالله محدش ما كلش من اللحمه الضاني، كله عجبته ريحتها وعجبته طعمها، علشان الطريقه اللي احنا هنعمل بيها مميزه جدا وطعمها هيكون مميز جدا والريحه هتجيب اخر الشارع. حتى الجيران خبطوا علينا وقالوا احنا عايزين ناكل من الريحه دي، مش عايزين لحمه نيه، عايزين ناكل من دي. وعملنا ما شاء الله، وزعنا كمان للجيران. اللهم بارك وزيد محبه ما بيننا يا رب، ويجعل بيوتنا دايما عمار مسلمين ومسيحيين، عشان احنا جيراننا مسيحيين. ربنا يبارك في اعمارهم يا رب، ويجعل عيد سعيد عليهم وعلينا ان شاء الله يا رب، وعلى الامه الاسلاميه كلها. بعد كده محمرنا شويه من الرز، ضفت عليهم بقيه كميه الرز، ونزلت عليهم بميه سخنه مغليه كده من الكتل علشان الرز بتاعي يستوي معايا بسرعه. حطيت كده يا حبايبي معلقه من الملح صغيره، واحط مكعب من مرقه الدجاج، واحط سنه صغيره من الفلفل الاسود. بصوا كده ما شاء الله، واقلب كده تقليبه، واسيبها كده على نار عاليه شويه تغلي غلوتين ثلاثه، وبعد كده هدي واركنها. احنا تقريبا نص الفته كده خلاص خلص. عملنا الطشه بتاعه الطماطم وكمان عملنا الرز، مفيش اسهل من كده. هغطيها، بس اهم حاجه ما تكتريش الميه بتاعه الرز عشان الرز ما يعجنش معاكي. حطيت هنا للصلصه يا حبايبي، حطيت نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الشطه، وكمان حطيت نص معلقه من الملح. السلطه بتاعتي كانت جاهزه هنا، طفيت عليها قبل ما اطفي الرز. والرز كمان ههدي عليه ما شاء الله النار، وبعد 10 دقايق بصوا الجمال، مفيش اجمل من كده. بصوا الفلفل ازاي تبارك الرحمن ما شاء الله. ربنا يعود علينا ايام بخير يا رب، يجعل ايامنا كلها عيد ان شاء الله يا رب. بصوا الجمال يا سيدي يا سيدي على الرز وريحته الجميله. هنا بقى كان قطعوا اللحمه، جبتها وشطفتها، حطيتها تحت ميه جاريه كده يا حبايبي، وبعد كده حطيت لها شويه ميه كتار، وحطيت معلقتين خل، وبعد كده صفيتها. جبت الحله بتاعتي الكبيره ما شاء الله تبارك الرحمن، وسخنتها كويس جدا، وبعد كده هبدا انزل عليها بكل كميه اللحمه اللي معايا من غير اي اضافات. ما ضفتش ولا سمنه ولا زيت ولا ليا ولا اي حاجه خالص. انا عايزه اللحمه بتاعتي تنزل الدهون اللي فيها، عايزاها كمان تكون خفيفه، ما تكونش الدسامه اللي فيها تكون قويه، علشان كبير وصغير ياكلوا منها من غير ما يتعبوا. بقول لكم المره دي اللي مش بياكل لحمه ضاني قسما بالله كل، والريحه كانت خربة الدنيا. مش هقلب خالص خالص لغايه لما اللحمه كده تتشمع من تحت، وبعد كده هفضل اقلب فيها شويه حلوين لغايه ما اللحمه بتاعتي تنشف خالص خالص، ما يكونش فيها ولا نقطه ميه، تنزل كل السوائل اللي فيها كده، ما يكونش فيها ميه خالص. زي ما انتوا شايفين تبارك الرحمن، كميه اللحمه اللي انا بعملها كميه كبيره عشان احنا كلنا كده العيله كلها تتغدى ما شاء الله. وفي الوقت ده كنت انا بعمل كفته. حطيت هنا حبايبي حبتين من اللومي، حطيت كمان ورقتين من اللورة، وكمان حطيت شطه وملح وفلفل اسود. معلش الحته دي ما اتصورتش. وبعد كده هنزل بكيلو بصل متقطع مربعات كبيره كده، ما تكونش صغيره عشان ما تتهريش معايا، مربعات كبيره. كل اللي انا حطيته ما تصورش، حطيت 3 حبات من اللومي، حطيت 4 ورقات من ورق اللورة، ما حطيتش قرفة خالص. حطيت كمان نص معلقة من الشطة ونص معلقة من الفلفل الاسود بس يكون كبير شوية. هقلب البصل كده شوية حلوين لغاية لما البصلة تبدأ تدبل معايا. انا مش عايزة البصل يحمر خالص، عايزة البصل يدبل معايا علشان عايزة اللحمة كده تاخد من التوابل اللي احنا ضفناها. خلي بالك انا ما ضفتش ملح خالص، عشان الملح هيخلي اللحمة تتأخر في عملية التسوية. اللحمه لو اتاخرت هتبقى شاده معاكي كده وتبقى صعبه في المضغ، وتبقى الكبار صعب عليهم وكمان الصغيرين صعب عليهم جدا. كل اللي انا عملته النار هنا شغاله متوسطه، حمرت كده البصله مع اللحمه. بصوا ما شاء الله اللحمه لونها حلو ازاي، اللون البني ده هيفرق جدا في طعم الشوربه وريحه اللحمه وكمان طعم اللحمه ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا كده يا حبيبي ما شاء الله. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تصلي على حضره النبي. ربنا يا رب يعود علينا ايام بخير. هتعملي الفته باحلى طريقه، طريقتي مميزه جدا، مفيش حد كل منها الا محبها وعجبته ريحتها وعجبته طعمها.
ريحة اللحمة الضاني قوية، مش كل الناس بتاكلها، بس والله الطريقة دي مميزة جدا. وبعد كده نزلت ب5 حبات من الطماطم مقطعاهم كده 4 تربع، وهقلب الطماطم باللحمة. تمام كده. وبعد كده اول ما الطماطم تبدأ تدبل معايا، ما ضفتش ملح، انا ما ضفتش ملح في الخطوة دي علشان اللحمة متأخرش في عملية التسوية. وبعد كده يا حبايبي هبدأ اضيف مية سخنة مغلية من الكتل، بس هغطي اللحمة، يعني انا مش هعبي الحلة شوربة، لا انا هغطي اللحمة بس، وتبدأ بقى تغلي. كل ما تغلي والمية تبدأ تقصر معايا او تقصر معايا، هبدأ اضيف مية تاني لغاية لما اللحمة بتاعتي تستوي. شايفين ما شاء الله انا ضفت المية تقريبا على 3 مرات. وتقريبا اول ما شفت اللحمه خلاص دخلت في التسويه، خدت بالظبط اقل من نص ساعه علشان التحمير برضو خد معايا وقت. بصوا ما شاء الله. هبدا اضيف هنا حبه التومه اللي احنا ضفناها مع بعض، واضيف الملح عشان اللحمه استوت خلاص، مش عايزه اي حاجه خالص، وعايزه اللحمه بتاعتي واخده طعم الحيقان بتاع الملح. علشان كده انا ما ضفت الشوربه كتير، ضفت الملح. وبعد كده هضيف حبه التوم اللي احنا شلناهم من الطشه كده في الاول. هنا بقى الريحة كانت رهيبة قسما بالله. كل اللي داخل ايه الريحة دي، هي اللحمة لسه ما استوتش؟ يعني ما شاء الله الريحة كانت قوية جدا، الطعم مميز جدا، ما فيش اي ريحة زفارة خالص للحمة، طعمها جميل تبارك الرحمن. ضفت التومة كده اللي احنا كنا شلناها مع بعض، وافضل اقلب تقليبة كده، اسيبها تغلي غلوتين. وبعد كده ضيفي كمية المية اللي انت عايزاها، ان شاء الله تضيفي حلتين مية عليها علشان تعملي كمية شوربة كبيرة. بس الصراحة هنا انا ضفت بس الميه غطيتها كده عشان الحله اللي معايا كبيره ما شاء الله، وكميه اللحمه اللي معايا كبيره جدا. بصوا يا سيدي على الجمال، اللحمه كانت مستويه والبصل كده على اللحمه، يا سيدي يا سيدي على الجمال، والريحه كانت رهيبه تبارك الرحمن. ربنا يعود علينا الايام بخير يا رب، علينا وعلى كل الامه الاسلاميه. يا سيدي على الريحه وعلى الجمال وعلى الريحه المميزه والطعم المميز جدا للفته الضاني. سبت كده الشوربه تغلي، وتعالى نجيب العيش الشمسي المحمص بتاعنا القمر الصعيدي الحلو جدا. يعني احنا عندنا في الصعيد بنعمل العيش بالطريقه دي حلو جدا، وبنحمصه مخصوص للعيد الاضحى، وبيكون حلو جدا يا حبايبي ما شاء الله زي ما انتم شايفين. اللي مش بتتكسر معايا بكل سهوله هو ده، يعني لسه احنا عاملينه قبلها بيوم، علشان كده تلاقوش نشف قوي. علشان كده يا حبيبي انا مكسره، وهقول لك دلوقتي انا هعمل فيه ايه. يعني الشوربه ما شاء الله هتخلي العيش هيكون طري جدا، وهيتقطع معاكي بكل سهوله. اخلص كل كميه العيش، انا عملت في اكبر صينيه عندنا في البيت عشان نعمل الفته بحجم كبير كده، انا كنت بقول لهم صينيه ابو لهب. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك يا رب، ديمها نعمه علينا يا رب، احنا وكل المسلمين. حبيبك المصطفى ان شاء الله يقعد علينا الايام بخير. انا هنا ما حبيتش اصفي الشوربه بتاعتي، حبيت احطها بالبصل والثوم بتاعها، وانا مش حاطه توابل كتير ولا بهارات كتير، بس غطيت الشوربه، واجيب الطماطم او الصلصه بتاعتي رشها كده على العيش زي ما انتم شايفين قبل ما اضيف الرز. والخطوه دي حلوه جدا، بتخلي العيش كده طعمه مميز جدا. شايفين ما شاء الله بعد ما العيش كده اتشرب من الشوربه بشكله عامل ازاي. وبعد كده هبدا اضيف كميه الرز اللي معايا كده حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، يا رب تديمها نعمه علينا يا رب، ومنعها من الزوال احنا وكل المسلمين يا رب. في ناس كتير ما ضحتش عشان تقول الدنيا غلا، بس ربنا ما يقطع لنا عاده، والله لو بحاجه بسيطه ربنا ان شاء الله هيعدلها وهيفرجها علينا كلنا. بعد ما وزعنا كميه الرز كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي، هبدا كده حبايبي انزل الصلصه كده باي شكل كان، بس انا حبيت كده احطها بشكل حلو عشان تكون حلوه في التقديم. بصوا ما شاء الله، يعني اقول لكم الريحه والطعم والشكل المميز اللي اتقدمت بيه صينيه الفته المره دي حلوه جدا. والله العظيم انا حالتي الصحيه اللي يعرفني كويس يعرف ان انا تعبانه جدا، ادعوا لي ربنا يقومني بالسلامه. بس فرحه اخواتي وجوزي واهلي بالفته اللي انا بعملها كل سنه، كاني ما تعبتش فيها خالص، كاني ما وقفتش عليها خالص. والتنظيف وانتوا عارفين طبعا الذبيح في البيت يبقى عامل ازاي. اللهم بارك، يا ربنا يخلي اخواتي وجوزي واهلي واصحابي وجيراني وحبايبي ومتابعيني اللي هم انتوا يا اغلى ناس في حياتي، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. وكده كانت صينيه الفته القمر جاهزه بالشكل ده. اتفضلوا معانا
التصوير ده كان اول يوم العيد، بس نظرا للظروف الصحيه ما قدرتش اسجل. يا رب يعود علينا الايام بخير، علينا وعليكم يا رب. انا كنت عامله صينيتين 3 صغننين كده، دول اللي راحوا للحبايب يعني، اللهم بارك. شايفين الجمال يا سيدي، على الجمال وعلى شكل اللحمه القمر المتحمر المتبله بتتبيله رهيبه، والشوربه والفته والعيش الشمسي الخطير وريحه الشوربه الجميله. يا رب يعود علينا الايام بخير. سلام.